تحس بيها الأنثى أنا كده في خطر، صحتي النفسية والعقلية في خطر، أنا لازم آخد بالي إن هنا في ايرور أو في ضوء بيقول لي أنت صحتك النفسية والعقلية في خطر، وإن أنا ممكن في يوم من الأيام اللي أنا بقول عليه مش ممكن، واللي أنا بقول عليه ما أقدرش أعمله، ومش ممكن أبدا إنه يحصل، إنه بالفعل إنه يتم انه حصل. ويحدث. ايه الخطوات يا دكتور؟ ايه اول حاجه الست تاخد بالها منها اول ما تحس انها ممكن تعمل حاجه مش كويسه؟ انا 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 اول شيء هي لازم تعمله، انا لازم الاول انا اخد بالي من نفسي. مراقبه انا الذات. احصن نفسي كويس قوي نفسيا. مش معنى كده ان انا اكون انانيه، لا، ما اسيبش نفسي ان انا طول الوقت مع الولاد، طول الوقت مع الزوج، طول الوقت بوظف بشتغل بروح باجي، ما اسيبش نفسي اطوف في دايره الحياه. فلازم في الاول انا اهتم نفسي واهتم بصحتي النفسيه عشان اعرف ادي اللي حواليا. ده كمان بيخليني اعمل حصانه نفسيه للي حواليا. الحصانه النفسيه دي بتخلي فيه دايما سبيس ما بيني وما بين اللي قدامي، حتى لو هو ابتدى يتعادى عليا بحاجات كتيره ويعتدي عليا بالالفاظ او فعلا باليد او باي حاجه. بس بالتالي طالما انا عندي حصانه نفسيه هعرف اتعامل معاه، هعرف امتى اقول لك ستوب، انت مش هينفع انك انت تتعدي عليا، وهعرف اعمل ستوب وامشي واسيب الدنيا. وهعرف برضه في نفس الوقت ازاي احافظ على اولادي وعلى بيتي وعلى حياتي، حتى لو حصلت خيانه زوجيه، حتى لو حصل تقصير من الزوج. حتى كتير بيوت بنشوفها الزوج بيمشي وبيسيبها، مش بس خيانه، صح، وهي بتبقى ست بالظبط، وراجل. وهي بتبقى ست وراجل. لكن في نفس الوقت انا بعرف اعمل حصانه نفسيه لنفسي ولبيتي ولاولادي. هبدا منين؟ هبدا من نفسي. انا من نفسي من البدايه اكون مهتميه ازاي اعرف اغذي نفسي، ازاي اعرف اغذي افكاري، ازاي اعرف احصن نفسي من الاهانات والاستياءات اخد بالي. والتنمر اللي موجود في اخد المجتمع بالي من نفسي والحفاظ يا على دكتور. انا نفسي. انا بجد بشوف بالظبط. ستات، وده بجد حقيقي، واكيد حضرتك منغمسه في الموضوع ده اكتر مني، بيستخسروا في نفسهم كوبايه عصير وهم ماشيين في الطريق عشان ولادي عشان وعشان ولادي. البيت. بستخسر وللاسف في نفسي قلم الروج، البارفان، بستخسر في نفسي اي حاجه. هي بدون ما تشعر هي بتطلع جيل اعتمادي اعتمادي، عليها صح. وبتهدر حقوقها، وفي نفس الوقت كمان محدش بيكون حاسس بيها. فمين اللي هدر الحق؟ انا اللي اهدرت في انا حق اللي نفسي. اهدرت، وكثره الضغط بالظبط. بتولد الانفجار. طبعا. وده اللي بيوصل للعنف وللجريمه وللاشياء الكتيره اللي بقينا بنسمع عنها دلوقتي. تمام. فلازم اهتم بنفسي وبذاتي وبصحتي النفسيه، واعمل عمليه تفريغ دايما مع اللي تفريغ. حواليا. اهتم بنفسي ان انا اعمل شيء لنفسي، يعني لازم حتى على الاقل يوم او يومين في الاسبوع يكون لنفسي، لاصحابي، اخرج معاهم، اتكلم، اقعد قعده حلوه انا حباها، اعمل مديتيشن لنفسي. حتى لو انا مش هخرج مع حد، بس يكون في جزء في الحياه لنفسي. طول ما انا مهتميه بصحتي النفسيه، طول ما انا هعرف ادي واسعد اللي حواليا. دكتور هند، في ناس ما تعرفش يعني ايه مديتيشن، ما تعرفش يعني ايه تمرينات تأمل، ما تعرفش يعني ايه يوجا، ما تعرفش يعني ايه انزل الجيم، ما تعرفش وما تعرفش. لو هنتكلم عن النساء الستات البسيطة، ستات المناطق الشعبية والستات في الفلاحين اللي هي بتساعد في الغيط وبتساعد جوزها وولادها، ايه الروجيتا اللي انا ممكن اقدمها لها؟ حاجه بسيطه قوي ان هي تسعد بيها نفسها وتعمل تفريغ للطاقات السلبيه اللي بتدخل طول النهار جواها من المجتمع او من اللي بيحصل حواليها. هو مش لازم اكون انا بعرف اعمل الحاجات دي كلها او اعمل مديتيشن. القران لوحده هو احسن مديتيشن لي. ان انا اسمع قران، ان انا ابتدي اقرا. قيسي على كده كل الديانات، مش لازم طبعا. مش لازم طبعا مسيحيات، يعني مزامير بالظبط الحمايه بتاعتنا موجوده. بالظبط ان انا قران اعمل طبعا. ابتدي اقرب. يعني الحاجات الروحانيه هي اكتر شيء بترفع من الجانب النفسي للمراه. ابتدي اعمل حاجات انا بحبها وهتعم عليا بالسعاده. انا لو انا في الفلاحين زي ما انتي بتقولي وعملت اكله واديتها لجارتي اللي جنبيه، دي هتعم عليا حب بسعاده. الناس. بالظبط، حب العطاء. بنتدفى ببعض. العطاء كمان. كل دي هتعم عليا انا بالسعاده. السعاده مش بتيجي ان انا البي طلباتي الشخصيه بس بتيجي كمان من اللي حوالينا. لما بسعد اللي حواليا انا كمان بتجيني السعاده. فهي ممكن تعمل، مش لازم اقوم الصبح اعمل شويه رياضه وهي موجوده. كل الناس بتعمل. السوشيال ميديا بقت مفتوحه كمان، والتلفزيونات وكل حاجه بقت مفتوحه عند كل الناس حتى في الفلاحين. بس ابتدي اعمل اهم شيء، اغذي العقل واغذي الروح.
عن طريق الوعي، ان انا افهم اني انا ما اسيبش نفسي حد يتعدى عليا، ما اسيبش نفسي للامراض النفسيه. هي اكتر شيء بتزود الامراض الجسديه، وهي اللي بتودي للامراض الجسديه. استوقفتني كلمه يا دكتور ما خليش حد يتعدى عليا، على حدودي النفسيه، على حدودي النفسيه. بمعنى اصح وضع الخطوط الحمراء لعدم التعدي على المساحه النفسيه اللي تخصني. مش هلاقي اجمل من كده بجد انهي بيه الحلقه، ان احنا قلنا يا ريت محدش يتعدى الخط الاحمر او الحدود النفسيه اللي انا حطاها لنفسي. ومش هلاقي اجمل منك يا دكتوره هند بجد النهارده اكون موجوده معاه، واتشرفت بيكي جدا جدا، واشكرك شكرا جزيلا ان انت النهارده لبيتي دعوه برنامج كلام من الاخر. يا ريت نكون افدناكم، ويا ريت النهارده نكون قدمنا حاجه حلوه تعجبكم، ويا ريت بجد نكون جبنا الكلام اللي من الاخر. كنتم مع برنامج كلام من الاخر وفاطمه عيسى، والنهارده كانت معانا الدكتوره هند فارس، واقول لكم دلوقتي باي باي.